بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فلذلك أنك حسن الظن بربك اللي بيساعدنا على تخطي دي. لا أنا عايز أنقل لكم قبل ما أكمل في دي كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله تعالى. يقول: من عاش مع الله عز وجل طيب النفس في زمن السلامة خفت عليه في زمن البلاء الفتنة فهناك المحك. تاني: من عاش مع الله عز وجل طيب النفس في زمن السلامة خفت عليه في زمن البلاء لأن هناك المحك. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: إن الملك عز وجل بينما يبني نقض وبينما يعطي سلب، فطيب النفس والرضا هناك يبين هنا. وصلت ولا ترجم؟ ترجم. حاضر. ادفع ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف عشان افهمني خليك معايا. الإنسان هي كده، ما بيمرش عليك 24 ساعة إلا وإنت كويس مبسوط ومرتاح، تعبان ومتضايق ومهموم. سبحان الله. كتير أقول لبعض الإخوة يتصل بيا: نعم. إيه نعم دي؟ في إيه يا شيخ؟ مفيش حاجة. هو أنا مطلوب مني أبقى 24 ساعة مبسوط وهزر؟ لا، ما أنا زي الناس، بتضايق، بزعل، ببقى مهموم، حد ضايقني، حد تعبني، انا تعبان مريض، ما نمتش، لاي سبب من الاسباب. هو ده الانسان، هو ده البشر، ما بيستويش حالاته طول الوقت. فلذلك في يوم الحمد لله في فلوس ومرزوق وسعة رزق، وفي ايام متضايق وشويه الدنيا، في ايام صحه كويسه وزي الفل، في ايام الصحة تعبانة، رجله بتوجع، ودنه بتوجع، مصدع، عنده مغص، إلى آخره. الحالات دي حال التعب وحال الراحة، الاتنين إن معرفتش فيهم ربنا يبقى أنت مش هتعرف ربنا أبدا. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قول يا رب في الرخاء، اعرف ربنا وانت عندك فلوس وصحتك كويسة، يعرفك لما يبقى مفيش فلوس وصحتك تعبانة. لكن تنسى ربنا وانت كويس، وتيجي ساعة الشدة تقول يا رب. عايز احكي لكم قصة مهمة جدا شفتها في امريكا. انا كنت بتكلم عن الحب، انك تحب ربنا، يعني لما تحبه هتبقى راضي عنه وراضي باللي يجي منه. ابن الجوزي بيقول لك انت يعني لما حالك ايه في حال الرخاء هو ده اللي ينفعك في وقت الشدة. يقول ايه الشيخ: فأما من تواصلت لديه النعم فإنه يكون طيب القلب لتواصلها، فإذا مسته نفحة من البلاء فبعيد ثباته. قال الحسن البصري: كانوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء تباينوا. فالعاقل من أعد ذخرا وحصل زادا وازداد من العدد للقاء حرب البلاء. البلاء لما ينزل أقابله ازاي؟ أقابله بإيه؟ أقابله بإيمان يثبتني، أنظر من خلال البلاء. زي ما قلت كده المشكلة الكبيرة لما نزل بلاء انفلونزا الطيور، الناس انشغلوا بالبلاء عن المبتلي، ما قالوش يا رب، وإنما
دور هيعمل ايه ينجو بنفسه. لا، انشغل، قول يا رب. صلي، اكثر من الصلاة، ركوع والسجود، لأن ربنا قال كده: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأكثر من الصلاة عشان تتخلص من الهلع ده، كتر صلاة. نمرة 2، إنك تكثر من الدعاء، وقولت يا رب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نمرة 3، المواساة بين المسلمين. شوف الناس الفقراء والغلابة دول نتعرف عليهم، لهم يوم القيامة دولة. يقول الله عز وجل يوم القيامة للفقراء: اخرجوا إلى أرض الموقف فانظروا من أطعمكم في لقمة، من سقاكم في شربة، من كساكم في ثوبا، فخذوا بيده وادخلوه الجنة. وشوف من أطعمكم في، كساكم في، سقاكم في، يعني إنك تعمل كده من أجل الله، إخلاص، من غير ما حد يشوفك ولا حد يعرفك ولا تعلنها، خوف الرياء. فلا بد أن تعد هذا الزخر في أيام الرخاء حذرا من أيام البلاء. يا جماعة أنا قلت لكم الأسباب: ظلم، وصد عن سبيل الله، وأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطل. كانت واضحة في تجارة الفراخ. كان بتوع الفراخ نفسهم بيقولوا لو ما سرقش في الميزان ما يكسبش، يخسر. ابتداء من التاجر الكبير وصولا الى البياع الصغير اللي قاعد في السوق، كله بيسرق. ده اكل اموال الناس بالباطل. فعشان كده اتضربوا. يا ترى الدور على مين؟ هيتضرب بعد كده بتوع تجارة ولا تجارة ايه؟ ما كلها تجارة، وكلها فيها الربا، وفيها اكل اموال الناس بالباطل، فيها الظلم، فيها الصد عن سبيل الله. فلذلك عايزين نتوب كلنا توبة عامة ونتقرب إلى الله في الرخاء. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لابد من لقاء البلاء، ولو لم يكن إلا عند صرعة الموت، فإنها إن نزلت، صرعة الموت، فإنها إن نزلت والعياذ بالله فلم تجد معرفة توجب الرضا أو الصبر، أخرجت إلى الكفر. لما ينزل البلاء ويلاقي عندك معرفة بالله، حب لله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مات ابنه إبراهيم. ابن إبراهيم كانوا عمالين يقولوا للنبي عايروه إن ما عندوش أولاد، كانوا بيقولوا عليه الأبتر لعنهم الله. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يرزق بإبراهيم، وإبراهيم يبقى عنده 14 شهر 16 شهر 17 شهر سنة و5 شهور، ويخرج معه إلى المسجد، الرسول ياخده في إيده ورايح المسجد، وبعدين يموت. الرسول يحزن عليه، بشر صلى الله عليه وسلم، لكن يقول إيه؟ إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الله، الرضا ده القلب الواسع اللي أنا قلت عليه قبل كده، إنه يستوعب الحاجتين: الحزن على الولد، والتألم للفراق، والصبر والرضا والشكر، كله موجود في قلبه في وقت واحد. فالعين تدمع رحمة بالولد، واللسان ينطق بالحمد والشكر رضا بقضاء الله وقدره. هي دي. إنسان هيتألم لضياع فلوسه، لضياع راس ماله، لضياع ثروته، ولكن راضي 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 بقضاء الله وقدره. بحبك، زي ما قال الراجل اللي زرته في معهد الأورام في القصر العيني، راجل كبير طيب كده: عندك ايه يا عم الحاج؟ قال لي: ولا حاجة. لا بجد والله. قول لي عندك ايه؟ قال لي: والله زي الفل. قلت له: يعني راضي؟ قال لي: ولو قطعني حتت برضه راضي، لو قطعني حتت بحبه. والله الكلام ده حصل كده، بحبه. شفت سبحان الله العظيم؟ هو ده الحب يا ناس، انه لو قطعك حتت برضه بتحبه، حبيبك. حسن الظن بالله،
انك تعرف ان اللي بيحصل ده خير. سبحان الله العظيم، لما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم تألمنا، حصل فعلا ألم شديد والله عصرة. يعني شوف بقى لما ابوك يشتم، شوف لما امك تتشتم، شوف يبقى غضبك قد ايه وحنقك، ويزداد الغضب والحزن والألم انك مش قادر تعمل حاجة، مش قادر، مش طايله، ولكن خير صح الأمة كلها. وبالمناسبة انتوا نسيتوا النبي ولا ايه؟ هو الموضوع انتهى ولا ايه؟ وانفلونزا الطيور نساتكم سيدنا النبي؟ لا، الموضوع ما انتهاش لسه، لازم نفضل نقول يا رسول الله لك عندنا حق لن يضيع. زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات، انه يصدر قانون في العالم اجمع بتجريم الخوض في الاسلام او الرسول. قانون، يبقى قانون يحاكم عليه اللي يمس الاسلام باي شيء ينتقص منه يجرم. ده لازم ناخد حقنا، ده حق سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، يقول ابن الجوزي في تكملة الكلام: ليس في الدنيا والآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله عز وجل، فإن الذي يعرف الله مستأنس به دوما في أحكامه وقضائه وقدره. ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله، فإن الذي يعرف الله مستأنس به في السراء والضراء، في البلاء والرخاء، مستأنس به. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إنسان يبقى مستأنس بربنا. الله، شوف بقى لما تحس بالأنس بالله. خليها المرة الجاية دي أكلمكم عن الأنس بالله، لكن ده حديث النبي سيدنا النبي أحسن من الكلام ده. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيبقى الإنسان لما تصيبه سراء يبقى مبسوط وفرحان، عارف إن دي من الله. يا سبحان الله العظيم. ابن القيم عليه رحمة الله، وبرضو ابقوا فكروني أجيبها لكم المرة الجاية، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، في التعبد بسم الله الأول والآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول بالليل كل ليلة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الأول، الله عز وجل الأول، كان الله ولا شيء معه، ولا شيء معه. فاللي بيحب ربنا، اللي عايز يتعبد بسم الله الأول، إنه يتخيل إن مفيش شيء. أصلك النهاردة بتفكر إنك بتاكل من عرقك، من كدك، من جهدك، من جريك، من لحم كتافك، من تعب وسهر الأيام والليالي، من دماغك الكبيرة. ليه؟ متعلق بالأسباب. لما تتصور كان الله ولا شيء معه، مفيش حد خالص، مفيش لا مصنع ولا دكان ولا إنسان ولا جان، وكتب لك رزقك يومها إنك هتاخد كذا وكذا وكذا وكذا، ثم سبب لك الأسباب التي تسوق إليك هذا الرزق. تصور انت بقى، انا عايزك تتصور الوضع ده وتتصوره كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى اول مخلوق
القلم. ربنا خلق القلم وقال للقلم اكتب. قال له اكتب ايه؟ قال له اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فكتب القلم ما هو كائن. دي من ايمانك بالقدر. انا قلت ايمانك بالقدر على 4 مراتب: الكتابه، المشيئه، الخلق والايجاد. العلم، الكتابه، المشيئه، الخلق والايجاد. العلم ان ربنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 2 الكتابه، ربنا كتب كل شيء، رفعت الاقلام وجفت الصحف. 3 المشيئه، لا يكون شيء الا بمشيئه الله. 4 الخلق والايجاد، ان ربنا يوجد اللي هو شاءه ده. فالقلم كتب وانت لسه ما اتخلقتش. الحديث ايه؟ وكان ذلك قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه. قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه ربنا كتب ان انت هتتولد من فلان وفلانه، وانك انت هتتربى في المكان الفلاني، وتتعلم كذا، وتشتغل كذا، وتتجوز فلانه، وتخلفوا كذا وكذا، وتسكنوا وتنقلوا وتغنى وتمرض وتشفى. كل ده اتكتب قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه. تعبد بسم الله الاول انك ما تبقاش شايف حد ولا شايف حاجه الا فضل ربنا عليك. اديته كام عشان يكتبك مسلم وموحد بالله؟ عملت له ايه سبحانه وتعالى يومها عشان يكتبك في الازل مسلم؟ عشان يكتب لك انك في اليوم الفلاني هتسبح كذا وتستغفر كذا وتصلي كذا وتصوم كذا وتصدق بكذا. هو اللي كتب وانت ما كنتش حاجه. وبعدين سبب لك الاسباب. يا سلام لو تنفتح عينك فتمحو الاسباب وتشوف ما وراء الاسباب. ربنا حط ده في طريقك عشان يرزقك منه، وحط ده في طريقك عشان يهديك بيه، وحط ده في طريقك عشان يحميك بيه، وحط ده في طريقك. حبه بقى، حبه، حب ربنا، حبه حقيقة عشان تعيش معنى الحب لله جل جلاله. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلا مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلى، لمعرفته بالمبتلى. وإن سأل فتعوق مقصوده صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير. حسن الظن بالله. زي ما قلت لك، الله لا يريد أن يهلكك. هو ربنا عايز يعذبنا؟ أبدا، بالعكس ده بيحبنا. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم. الآية في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم. يعني ربنا يستفيد ايه من تعذيبكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن ننتقل نقلة أخرى لنفهم كيف نسير مع الله، كيف نرضيه، كيف نتخلص من البلاء، نتخلص من هذا البلاء الذي انتشر. يقول: لقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي، ده ابن الجوزي عليه رحمة الله، فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذا الرجل أكثر من انتفاعي بغيره، ففهمت أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. نعم أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. محتاجين إن احنا نحب ربنا زيادة ونحسن الظن به، لأن حسن الظن بربنا هو اللي بينفعنا إن احنا عند نزول البلاء نقول يبقى ربنا عايز مصلحتنا، يبقى وراء هذا البلاء مصلحة.
كتير بقول والله لو تعرفوا ربنا تحبوه، والله لو تعرفوا تحبوا سبحانه وتعالى. من رحمة ربنا بينا انه ما بيتعبناش، لما يأمرنا بأمر ييسر لنا الأسباب الموصلة لتنفيذ الأمر ده. يعني ايه؟ يقول لك صلي، وانا عمال اقول لك صلي بقى، ها؟ يقول لك لو ما لقيتش ميه اتيمم، ما لقيتش تراب تتيمم بيه ولا ميه صلي من غير لا وضوء ولا تيمم. ما تقدرش تقف صلي وانت قاعد، ما تقدرش تصلي، ما تقدرش تقعد صلي وانت راقد، ما تقدرش ترد على جنبك على ظهرك، ما تقدرش تحرك راسك بعينيك. شوف التيسير بالله عليك. النهارده المدرس لما بيقول للطلبه اعملوا الواجب ولا جاوبوا على السؤالين دول، بيساعدهم كده؟ لا يمكن ابدا، بالعكس. فعشان كده بقول لك ربنا يتحب، حبه بقى سبحانه وتعالى. سهل لك كل حاجه، واذا حرم شيء فتح قدام الحرام ده ملايين الابواب من الحلال. لما ربنا حرم الربا اللي هو مال بمال، اديله 10 جنيه وخدها 15، انك تسلفه 1000 جنيه وتاخدهم 1100، انك تسلفه 100,000 وتاخدهم 150 زي ما البنوك بتعمل. الربا ده لما ربنا حرمه فتح قدامه الحلال، تبيع وتشتري في كام صنف؟ ملايين الاصناف. لما ربنا حرم الزنا احل الزواج وبلا عدد. سبحان الله العظيم. ليه؟ لانه فتح باب الطلاق قصاده. فربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول يعني ريحك ويسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جل جلاله سبحانه وتعالى. خلونا ننتقل للفقرة اللي بعد كده من كلام مصطفى صادق الرفعي. انا برضو قلت لكم قبل كده ان انا بحب الراجل ده وبحب لغته العربية العالية، وان كنتوا بتقولوا يعني خليك معانا كده بسيط، احنا مش ما بنفهمش اللغة. لا افهم، حاول تفهم. هتفضل طول عمرك في KG1؟ لا، عايزك تطلع بقى تدخل اعدادي وثانوي وتفهم، تدخل جامعة وتفهم الكلام ده. لازم، قصدي في الدين يعني لازم تفهم اللغة العربية العالية، لان اللغة العربية دي اصلنا مهم جدا. انا بقتطع الحتة بتاعت مصطفى صادق الرفعي للكلام على غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب. اسمع الأحاديث دي الأول. قال رسول الله، قالت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يشتهاه، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. وقالت ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قالت كان يمر علينا الهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. وقالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء إنما كان خبزهم الشعير. يقول مصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله هذا هو سيد الأمة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يمسكه في الحياة نبيا عظيما ما يخرج غيره منها ذليلا محتقرا. أنا كلامي النهاردة مش عن الفقر ومش دعوة للفقر، كلامي عن الغنى، غنى النفس، ودعوة للغنى
لغنى النفس. يا جماعة عشان أترجم الكلام ده، إن الغني بفلوسه لو فلوسه طارت تجده أذل من كلب. اللي غني بسلطة إذا سلبت منه، اللي غني بالناس إذا ابتعد عنه الناس، اللي غني بصورته وجماله وحلاوته ورشاقته إذا ذهب هذا، اللي غني بشيء غير الله لابد أن يذل. أما الغني بالله فلا يذل أبدا. كنت النهاردة ولد مريض صغير كده، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا سهلا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. بقول لك الولد بحط إيدي على دماغه كده برقيه، بقول له عايزين نحلق لك شعرك ده. قال لي لا إلا شعري. تقول ليه؟ قال لي كده مهم. قلت له يا ابني الراجل مش بشعره، الراجل مش بوسامته وحلاوته، الراجل مش بفلوسه، الراجل راجل برجولته، الراجل بقدره عند الله. انت مين؟ ما اسمك وماذا تريد عند الله جل جلاله. نرجع لكلامنا. فالغني مش غني بالفلوس. سبحان الله العظيم. كان قلت لكم في قصة حصلت معايا في أمريكا ونسيتها، ودي قصة تانية هي هنساها هي كمان. فخلينا نقول اللي معانا دلوقتي ديك القصة دي، إن واحد من الأغنياء دول مرة مرض، جاله مغص في جنبه، مغص في المرارة، واحد غني فدخل، ولا مش عارف، ما اعرفش مغص فين، مغص في بطنه خلاص. فالمهم كان في المستشفى والمغص عمال يشتد عليه وعمال يزعق، هاتولي حد، هاتولي فلوسي، انا بفلوسي، هاتولي حد. يقول لك حد يعمل لك ايه؟ هاتوا ابني اللي واقفين بره دول ياخد المغص ده عني. ما تجيش بالفلوس دي، صح ياض؟ ما تجيش بالفلوس دي، ما تجيش، ما نعرفش نعملها بالفلوس، ان يتاخد المغص اللي عندك ده يتحط عند واحد تاني. هي دي الفلوس بقى. شوف الذل بقى يجي منين. الذل يجي منين؟ لو يحتبس عنه البول 5 دقايق يجي الذل منين؟ فعشان كده الغني مش بالفلوس، مش بالصحة، مش بالمنصب، مش بالناس، مش بحلاوته، مش بشعبيته، مش بجمهوره، مش بمعارفه، مش بكروته، مش خالص. الغني الحقيقي غني بالله. ولما يبقى الإنسان غني بالله، غني بالله سبحانه وتعالى، يبقى سواء معاه فلوس أو ما معاهش، واكل ولا جعان، لابس ولا، هو غني. هو ده الغنى العالي.